خلينا نشوف الطرد. زين يعني معرفة 20 سنة وبعدين مني يدخل في مخك. صحيح. اي واحد اسمه ليث تسميه ليث حسين، اي واحد. يعني حتى لو شوف قدامي الحين اسد ليث بقول له يا ليث حسين. زين. هذا شجاع خليل زاده يدري اكرم انت يجي بمنطقتك وسريع وانت تدخل وياه. تدري تكلمنا يا جماعه، احنا امس تكلمت قلت اكرم عفيف مهارات فرديه، يعني هو المهارات موجوده عنده. انت دائما لازم تشوف المسافه وتشوف، لازم تراقب هذا اللاعب. احنا نشوف حتى حاله اللي صارت الجماعه تكلموا على ثلاث مهاجمين منتخب قطر امام مو مدافع يا جماعه. هذا اللي كان هو هذا اللاعب ارتكاز سعيد عزة الله. المدافعين رايحين لقدام عارفين المنطقه. احنا قلنا تكلمنا السرعه، الارتداد السريع للاعبين المنتخب قطر مبينه سرعه، عندهم السرعه، فانت لازم تكونوا حذرين. فالطرد صحيح، طبعا نصفق لاكرم عفيف على الاداء طبعا واللعب والسرعه والمهارات. يا خالد عصام، طرد ولا مش طرد؟ طرد. احمد، هذا اللاعب ذكاء اللاعب. شوف اكرم شافه، شوف كيف سوى، خلاه على طول. لا لحظه، شوفوا لا لحظه، اكرم سابقه. زين في لقطه ثانيه، اللقطه اللي ضيعها اكرم. شوف في هاي الحاله صعب، في هاي الحاله ممكن كان يروح يفكر كيف يخلي اكرم يحطها باخر ما يوديهاش على الجول. يعني لو ترك اكرم يتصرف بدون ما يضايقه وقطع على الجول هو بصير ممكن يقدر يدافع. انا وش قلت لك انا؟ بس هو راح على اكرم، خلى اكرم يتصرف نفس الحركه الاولى اللي صارت مع اكرم. ليش على اكرم؟ ادخل على الجول. اسمع، ليش على اكرم؟ لان سريع اكرم ما يلحق. الباص والمسافه الباص لما التعب اطلع على احنا بنسميه في كره القدم وزن جسم المدافع، وزن جسم المدافع بالوجه، فسرعه اكرم اعلى اكيد. عثمان ما كانش جاهز للحاله. طرد ولا مش طرد؟ طرد. لا طرد. نشأت طرد. وهذا الانذار ليش يستغربون الناس والجماهير؟ هذا الانذار راح يترحل وياه لتصفيات كاس عالم، يعني انطرد في بطوله اسيويه، ففي تصفيات كاس عالم ما راح يلعب لانه بطوله رسميه. جمال، اتفق خالد مع الحكم في الحاله هذه فيها طرد. خالد، طردين مو طرد. طردين مش طرد. المفروض يطرد اللي جنبه. هو اللي جنبه. هو اللي دخل، لما دخل الدخله هو اصلا ما لومه، بس هو متيقن في نفسه انه طرد. يعني وصراحه اكرم ذكي جدا. يعني اكرم لما يقترب المدافع اخذ كل يعني حال بينه وبين جسمه وبين اللاعب الثاني علشان تطلع المشهد بهالشكل اللي تكون. خالد هو اصلا واقف غلط المدافع لانه هو اطول، الكره عاليه، اكرم خذها من فوق واكرم بس عثمان قال لك ابو خالد انا اتفق معه انه لاعب كان وجه الملعب واكرم ماخذ سبرنت، فصعب عليه صراحه انه يعدل وضعيه جذعه صعبه جدا. هو على طول وزن جسم المدافع لازم يتعدل في اول ما الطابه بدها تطلع عشان تصير اجرك تحت واجر فوق، لا تحت بتقدر تطلع لا جوا بتقدر ترجع. زين عبد العزيز. طرد. وخالد انا مستغرب انه ليش ما حسبها هو من نفسه، استعان بالفار. المفروض انه كان على طول يعطي كارت، وبعدين لو كان في شيء يحاكون الفار انه ممكن يرد في قراره، لكنه كان المفروض من الكابتن الغدير العلي انه كان يعطي كارت. شكرا. ماي شو اسمك؟ عبد الله الشيباني. ماي كلنا نسوي. خالد من الوهله الاولى هي بينت انه طرد، حتى انا استنكرت لما شفت الكرت الاصفر، بس كان عندي يقين الفار بيرجعه وراح يطرد اللاعب. زين. الحين بناخذ فاصل.